ازاي عندي ثقة في نفسي؟ بصي، الموضوع ده صعب مش سهل. خصوصا لحد بيتكسف بزيادة، ما عندوش حتة ان هو يتكلم ويعبر عن نفسه. حاجات كتير قوي. انا عملت فيديو هنزله يعني بتكلم فيها ان ازاي اتحولت من شخص بيتكسف بزيادة لشخص الحمد لله عنده ثقة في نفسه والكلام ده. اول حاجة عملتها ان انا درست بجد والله العظيم ازاي اثق في نفسي. الموضوع ده قريت كتير جدا جدا. آم، اتثقفت من ناس، ناس شاطرة قوي. مش عيب ان انت تتعلمي. قريت كتب وقريت حاجات كتير واتفرجت على ناس كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده. بلس بقى كمان عشان تثقي في نفسك والناس تشوفك حاجة كبيرة قوي، لازم انت من جواكي تبقي شايفة ده. حبي نفسك، خليكي عارفة انت مختلفة، انت مفيش حد زيك. مش عشان ده غرور، لا، هو فعلا مفيش حد زيك. ربنا خالق كل حد فينا ليه جماله الشخصي، ليه مميزاته اللي مش موجودة في حد تاني. خليكي عارفة ان انت حاجة كبيرة قوي قوي قوي. بجد حبي نفسك، وبجد ما تبصيش او ما تستنيش حد يقولك. ما تستنيش تقومي تتكلمي وتقولي حاجة وتبصي بقى على نظرات الناس وتشوفي الناس رد فعلهم ايه ده، لا ده شكله بيضحك عليا، لا ده شكله بيتريق عليا. قولي آرائك، وطالما انت واثقة من نفسك انت تمام. مالكيش دعوة بحد، ما تبصيش على حد. ما تقارنيش نفسك بحد. انت ليكي جمالك الشخصي وطريقتك واسلوبك اللي مش زي حد. فاشتغلي على نفسك كتير او حبي نفسك من جواكي عشان تنجحي في انك تبقي واثقة في نفسك 100%. الفلوس ولا الحب؟ بصي، انا مش هجاوب اجابه كليشيه، بس بجد هو الحب والله العظيم. مش اجابه كليشيه ولا بقى عشان ابين بقى ان انا مش بيفرق معايا الفلوس او الكلام ده، ولكن بجد والله العظيم اي علاقه هتتبني بينك وبين حد، اذا كان جوزك، اذا كان واحده صاحبتك، اذا كان اي حد، عشان الفلوس، فصدقيني الفلوس دي لو راحت انت هتبقي كارهه اللي قدامك. فمش الفلوس هي اللي تخلّينا نعرف الناس أبدًا، بالذات الجواز. أنتِ لو اتجوزتِ واحد عشان خاطر فلوسه، أنتِ كده أنتم بتبنوا شركة مع بعض، دي شركة وbusiness بس، ده مش حب، مش علاقة حلوة بين زوج وزوجته أو بين بقى يبقى أب وأم مع بعض. مش هيبقى في أي حاجة غير كلّها ماديات، وأنت هتدّيني كام وأنتِ هتدّيني كام. ولو هو وقع في أزمة وما بقاش معاه فلوس، هتبقى عايزة تطلّقي منه بكرة الصبح. فالفلوس حقيقي مش أهم حاجة في العلاقة نهائي بجد. أكيد كانت فترة صعبة جدًا، وكنت باقعد أقول لنفسي إن هي زي أي حاجة في الدنيا جديدة بندخلها. لو شغل جديد، لو جامعة. آمم بُصّوا، يعني أي مرحلة في حياتنا بنبدأها جديدة بتبقى حاجة غريبة علينا. مرحلة أول الولادة دي بتبقى صعبة جدًا أنا عارفة. صبّري نفسِك. وأنا كنت باقول كده في story من فترة، إن أنا كنت وقت ما كنت باسهر وما بانامش كتير وكده، أكيد كنت تعبانة، بس كنت باصبّر نفسي إزاي بقى؟ باتفرّج على مسلسل حلو، مسلسل. اوعي تتفرّجي أو تسمعي أغاني كئيبة، اوعي. أنا كنت باتفرّج على مسلسل اسمه رائحة الفراولة، كان مسلسل تركي كنت باحبه أوي. ده كان لذيذ كده وvibes بتاعته حلوة. فكنت وأنا سهرانة ومثلًا وفي بقى رضاعة وفي ألم الرضاعة والكلام ده، كنت باتفرج على المسلسل فباحس إنه بيخرجني من الmood. بعيدي عن الناس السلبية. حاولي تتفسحي، تخرجي بالبيبي، تعودي نفسِك بالبيبي، وإن خلاص ده جزء أساسي من حياتِك، وإن شاء الله الفترة دي تعدي على خير. كتر ما الأمومة مجنناني افتكرتك بتقولي twins، يعني أجيب ولد وبنت أو ولدين أو بنتين، أحمل يعني في twins ولا لأ؟ بجد والله العظيم خلاص جالي تخلف عقلي. twins ولا محبس عادي؟ لا twins لذيذ، بس كتير قوي بحس محبس حاجة سيمبل ورقيقة تقدري تلبسيه على طول. من وجهة نظري ايه افضل وسيلة لمنع الحمل في اول الجواز؟ بصي، حاسة ان سؤال زي ده لازم في اي دكتور، لان في وسائل كتير قوي بتبقى مش مضمونة 100%، وفي وسائل تانية بتبقى مضمونة بس بتبقى ليها خطورة، زي الأدوية، زي الأدوية دي كلها هرمونات، مينفعش تاخديها عن طريق حد. لازم أي دكتور هيعملك تحاليل ويتأكد ان كله تمام عشان يعرف يديهالك. ففي حاجات في أول الجواز ما ينفعش، فلازم تروحي لدكتور ويشوف حالتك ويعمل لك تحاليل، وهو اللي يقول لك. ما تسمعيش كلام اي حد في الموضوع ده بالذات. ربنا يا رب يقومكم بالسلامه ويخلي لكم بنتكم يا رب، وتشوفكم احسن اب وام في الدنيا كلها. فيا ريت كل الناس اللي تشوف الستوري دي تدعي لكم. انا مش عارفه اسميكم ايه ومش عارفه اي حاجه خالص، بس بالنيه ادعوا ان الاب والام دول يخفوا عشان بنتهم، وربنا اكيد عارف النوايا يعني، ورب يا رب تبقوا كويسين. ينفع ما اجاوبش؟ بجد والله. لا لا بهزر. وزني دلوقتي 65، ولو هتتحايل عليا قوي هقولك ان انا وزني دلوقتي 66. هل ده كويس بالنسبة لطولي او كده؟ لا مش كويس. انا المفروض يبقى وزني في اوائل الستينات خالص،
وده كان وزني قبل الجواز او اول الجواز، كنت بالظبط 60 او 59. ده البيرفكت بالنسبه لي. فتخيلوا انا بحارب كل الحرب دي عشان اخس 6 كيلو ومش عارفه اخسهم. بصي انا خدت قرار في حياتي من فتره مش كبيره، وهي ان انا مش هشيل من حد، مش هقعد احرق دمي عشان مين زعلني ومين عمل لي ومين قال لي ومين قال عليا ولا اي حاجه. اكتر حاجه في الدنيا انك تكبري دماغك، تعيشي حياتك. اللي يتكلم عليكي يتكلم عليكي، ايه يعني؟ اللي هيشيل منك وانت ما عملتيش حاجه فعلا يشيل منك، ايه المشكله؟ لو حد قريب منك قوي 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 وقتها بنزعل، اللي هو اقرب الناس ليكي، لا بتبقي متضايقه طبعا. ولكن ما تضيعيش وقتك في انك تقعدي تثبتي للناس ان انت كويسه، وان والله العظيم انا مش قصدي كذا ومش مش عامله كذا. وكبري انت دماغك يعني بجد والله. لقيتي حد بيشيل، لقيتي حد بيعمل، كبري دماغك. لو ناس مش مهمه قوي في حياتك ابعدي عنهم، عشان الناس بتبقى سلبيه، بتبقي طول الوقت محتاجه تبرري لهم ويقعدوا يعاتبوكي 24 ساعه. فالحياه ابسط من كده بكتير، حياه فيها مليون حاجه نركز عليها اهم. اولا ميرسي قوي ليكي. تاني حاجه بقى بقبل النصيحه بس ده عموما من القريب او من بعيد، مش بقبل النصيحه بطريقه وحشه. يعني مش بقبلها لو حد يبقى بيدس السم في العسل كده وبيفهمك ان هو بيقولك نصيحة. لا، انا بحب النصيحه تتقال بشكل كويس وبشكل محترم، بشكل لذيذ، عشان اتقبلها منك سواء قريب او بعيد. لكن في ناس بتكتب لي مثلا كومنتس، اي حاجه، مثلا فستان مثلا مش عاجبهم وانا لابساه، شكل وحش جدا كان لازم تغيري مش عارفه ايه، ده ما اقبلوش من قريب ولا من بعيد. لكن اقبل لو حد جه بيديني نصيحه يقول لي مثلا انت عارفه اللون كذا كان هيبقى عليكي احلى، مش عارفه ايه الستايل ده بيخلي شكلك يبقى، دي الطريقه اللي انا بحبها عموما بقى، من قريب او من بعيد. ربنا يعينك يا بنتي والله، عشان الفترة دي أسوأ فترة. بس إن شاء الله إن شاء الله تخلصي منها قريب. أنت لسه في الأول، يعني أنت ممكن تطول إن شاء الله، ما تطولش معاكي يعني. بس ممكن، أنا طولت معايا لحد الشهر الرابع يعني. أول ما التالت خلص ودخلت في الرابع الحمد لله اتحسنت كتير عن الأول، على الأقل بدأت آكل يعني. لكن قبل كده كنت عايشة حرفيا على حاجات من غير بصل وثوم طبعا، لحوم وفراخ مستحيل. كنت عايشة على الخضار اللي هو الساقع، الحاجات بتاعت السلطة، خيار، طماطم، فلفل الوان، فلفل اخضر، الحاجات الساقعه اللي ما فيهاش افتر تيست، اللي مش تقيله، دي هي دي اللي انا كنت عايشه عليها. ولما كنت بسال دكتوري، يعني انا مامتي وجوزي وكل الناس كانوا خايفين عليا لا يغمى عليا بقى اقع، ما انا مش باكل خالص. كان بيقولوا لهم لا عادي، ده طبيعي، الهرمونات وقتها بتبقى في اقصى مراحلها، فده طبيعي ان شاء الله تعديها على خير وتبداي تاكلي كويس قوي من بعد الشهر الرابع كده. انا عايزه اقول لك ان انا بحبك اكتر، وان انا دي تقريبا اكتر مسج انا بحب اشوفها واقراها. بتبسط قوي 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 لما احس ان انا ممكن 1% اثر في اللي قدامي تاثير ايجابي، ويحس ان الدنيا لذيذه والدنيا كويسه وان الحياه مش دارك ومش وحشه، وان احنا نحاول نبص لنص الكوبايه مليان. والله العظيم، ولا الكومنت ده الحمد لله الحمد لله بيتقال لي من وانا في الجامعه. كنت بسهل الدنيا برضو، واللي هو يا جماعه الامتحانات دي مش اخر العالم. عرفت ان هي بجد مش اخر العالم، في امومه بس برضو الامومه مش اخر العالم، بالعكس دي احلى حاجه يعني. فبجد شكرا، ويا رب دايما كده ابقى سبب لجزء ايجابي بسيط في حياتك. اكتر حاجتين بيفرقوا لما بيكون شعري متقصف، هما حاجتين ملهمش تالت بالنسبه لي. اول حاجه الترطيب الترطيب الترطيب. انا بكسر استخدم هير ماسك في الشاور، بستخدم شامبو كونديشنر وخلاص بطلع، وساعات شامبو بس عشان حمزه وكده، فما بعرفش اخد وقت الكافي يعني في الشاور. ولكن لما بستخدم هير ماسك على اطراف شعري بالذات، انا يا جماعه شعري بيبقى حاجه تانية خالص، بجد بيهدى قوي. تاني حاجه ان انا اقص اطراف شعري من وقت للتاني، كل شهر على قد ما تقدروا يعني. بس ما تطولوش قوي، عشان دي اكتر حاجه بتفرق، تخلي شعركم يبان تقيل وصحي. عشان التقصيف ده بجد بيخلي شكله unhealthy، وانا ده حالتي دلوقتي، عايزه اروح اقص الاطراف عشان شكله متقصف جدا من تحت. بصي، هو اول حاجه انا بحب القهوه بتاعه 30 نورث بشكل مش طبيعي. انت مش متخيله انا كل مره بشرب من عندهم بنبهر بطعم الكوفي. بس انا غالبا مش الشخص قوي اللي تاخد منه نصايح ان يشرب ايه، لسبب بقى ان انا بشرب الحاجه من غير سكر، من غير صوصز، من غير فليفرز، من غير اي حاجه. انا بقول له عايزه ايس لاتيه من غير سكر عليه ويبنج كريم، ده طلبي. وببقى قاعده مستمتعه بجد. اللي بيحب القهوه قوي بيفهم فيها قوي قوي قوي، هيجي بعد فترة هيتأكد ان السكر والفليفرز بتغير من طعم القهوة، كأنك بتشربي بقى ميلك شيك او حاجة
حاجة مسكرة عادية، لكن قهوة استمتعي بيها من غير سكر. جربوا والله العظيم، جربوا. هي حاجة صعبة بس جربوها يعني. بصي، لو جات لي انا الفرصة دي، فالبلاد اللي حوالينا كلها على راسي، وشرف ليا طبعا ان انا اكون موجودة هناك. ولكن انا افضل واحب ان انا اولد في بلدي، عشان يبقى جوزي معايا واهلي معايا، ويبقوا كل الناس حواليا بصراحة ومعايا وبيساعدوني كده، وبيساعدوني نفسيا قبل ما يبقوا بيساعدوني مع البيبي. فدي حاجة بتفرق جدا 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 مع اي ست لسه والدة. انا لو كنت والدة في بلد غريبة او لوحدي معايا انا وجوزي مثلا بس، الموضوع كان هيبقى صعب قوي.